تبقى ميالة للشر، ميالة للفساد، ميالة للهلاك، فيحتاج أن يجاهدها وأن يزمها بزمام الشرع ويأخذها بقياد النصوص ويسلك بها الصراط المستقيم، وإلا هي تنفلت، فهي أمارة بالسوء. النفس هذا وصفها، النفس أمارة بالسوء، لا تخرج عن هذا الوصف إلا بأمرين: بالمجاهدة كما تقدم، والأمر الثاني الدعاء والإلحاح على الله عز وجل. ومن أعظم الدعاء في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم: اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ما يمكن أن تزكو النفس إلا إذا زكاها الله جل وعلا. فيحتاج العبد في هذا المقام إلى أمرين يعمل عليهما باستمرار: المجاهدة لنفسه حتى تبقى مستقيمة لا تتفلت، لا تخرج يمين الصراط وشماله، ويدعو ربه دائما. ومن أعظم الدعاء كما قلت في هذا الباب هذا الدعاء العظيم: اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كذلك الدعاء الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أيضا في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فالحاصل أن هذه صفة للنفس، تبقى نفسا أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بالشر بالفساد بالمنكر بالرذيلة إلى غير ذلك. فيحتاج أن يعالج نفسه علاجا مستمرا، يداويها مداواة مستمرة، ويستعين بالله، يسأل الله دائما أن يزكي نفسه، أن يهدي قلبه، أن يصلحه، أن يعيده من الزيغ، أن يثبته على الحق والهدى. يكون دائما على هذين الأمرين: المجاهدة والدعاء. حينئذ مثل ما قال الشيخ تصبح النفس مطمئنة،